اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي كتير كتير. يلا في بدايه الفيديو كده صلوا على النبي، حطوا اللايك، حطوا الشير، واعملوا الشير قصدي. ويلا بينا نبتدي الفيديو. والفيديو بتاع النهارده روتين عادي جدا، ولكن المقصود من الروتين ده ان انا اقولك ان احنا مش لازم يكون بيوتنا جاهزة مجهزة ال24 ساعة، يعني في استقبال أي ضيف في أي وقت ال24 ساعة. وخاصة بقى لو كنتي أم وعندك أطفال وسايباهم بحريتهم بيلعبوا بيتنططوا بيتحركوا بيوسخوا الحتة، ده شيء طبيعي وأمر وارد في كل البيوت. فيا سلام سلم بقى لو دخلت لك واحدة لسانها مترين تتلفع بيه كده، وفضلت قاعدة تشيل وتحط كده بعينيها على المخدات اللي واقعة وعلى الحاجات اللي متحركة، او كمان الارض اللي مش نظيفة، وحاجات تانية كتير ممكن ان احنا نتعرض لها. وارد جدا ان انت تكوني تعبانة حتى لو العيال مش عاملين اي حاجة. وارد كمان ان انت تكوني تعبانة ما انتيش قادرة تتحركي، ونفضتي مثلا النهاردة ان انت تنظفي البيت، او قصرتي يوم. مش مشكلة لما تاخدي اجازة، ما انتي طول اليوم شغالة وممكن نلتمس لك العذر. الغرض من الفيديو بتاع النهاردة ان حتى لو حصل معاكي موقف زي ده، والموقف ده حصل معايا انا شخصيا، وانا اتعاملت بمنتهى اللطف في الموقف صراحة، وكنت قاعدة وحاطة رجل على رجل، اللي هو مش استهزاء بالضيف، ولكن ده قيمتك. ده قيمتك لان انت اللي حطيتي نفسك في الموقف ده، فده رد فعل طبيعي. كان وارد جدا ان انا اخليها تدور على قطع غيار لكرامتها، اقسم بالله اخليها كده ابعتر كرامتها كده. ولكن برضو استخسرت فيها ان انا اتكلم، واستخسرت ان انا ادافع او ابرر. طالما انتي مرتاحة، وطالما انتي عاملة اللي عليكي، وطالما شايفة نفسك صح، لا تدافعي ولا تبرري، وسيبي اللي بتعمليه لنفسك. اهتمي بنفسك، اهتمي بحياتك، اهتمي بكل حاجة. لو بتعملي اي حاجة في شقتك، او اي حاجة مع ولادك، او اي حاجة لنفسك، اعرفي ان انتي بتعملي ده علشان راحتك النفسية، مش عشان الناس. اولا واخيرا، اي تصرف تتصرفيه اتصرفيه علشان نفسك انت في المقام الاول. حطي نفسك انت في المقام الاول، وشوفي راحتك هتبقى ايه. لو ارتحتي هتخلي بيتك مرتاح، وهتخلي اطفالك مرتاحين. لو كنتي ام عصبية، او ام مضغوطة، او الحاجات دي يا جماعة والله العظيم انا بتكلمها عن تجربة. انا لما بكون مضغوطة ولما بكون عصبية، ده كله بينعكس على ولادي. فنصيحة لوجه الله، خليكي على قد ما تقدري هاديه. خليكي على قد ما تقدري خدي من الودن دي، دخلي في الودن دي وطلعي من الودن التانية زي ما بيقولوا. خليكي هاديه. ما تتكلميش كتير، ما تهريش كتير. لو لقيتي حد قدامك كتير الكلام عضلاته في لسانه زي ما بيقولوا، نفضيله على قد ما تقدري. ما تهتميش لكلام حد. خليكي هادية نفسيا، خليكي متصالحة جدا مع نفسك، علشان ينعكس على ولادك. تطلعي أطفال أسوياء، تطلعي أطفال يعرفوا يتكلموا، يعرفوا يكونوا ما يكونوش أطفال مروشين طول ما هم قاعدين. كل أم بيجي عليها وقت وبيجي عليها فترة إن هي بتبقى خلاص مش طايقة نفسها، مش طايقة الدنيا، مش طايقة الناس، خلاص قفلت. ولكن قربي من ربنا. آه، حطي ستوب لنفسك وابتدي من جديد. كل يوم ابتدي من جديد، كل يوم ارمي اليوم اللي فات ورا ظهرك، وابتدي قولي ده يوم جديد، وده طاقة ايجابية جديدة، ودي حياة جديدة علشان ولادك. جددي من نفسيتك علشان ولادك. ولادك هم مرايتك. الكلام اللي بقوله ده كله يا جماعة عن تجربة شخصية هقولها لكم. تاني وتالت ورابع، اي كلمة انا بقولها في اي فيديو عن تجربة شخصية ومن حياتي الشخصية، مش بس اي قصة طبعا ما هياش من حياتي الشخصية. اي قصة بتكون مشكلة مبعوتالي، او قصة شايفاها على اي منصة، فبالتالي بقولها علشان اخد رأيكم فيها. مش شرط تكون المشكلة مبعوتالي انا كشخص، ممكن اكون شفتها ومحتاجة رأيكم، او محتاجة ان احنا نتناقش في الموضوع ده. تمام. حبايب قلبي الحلوين، لو وصلتوا للوقت ده معايا من الفيديو، ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. وكمان نكون في تقدم اكتر واكتر ان شاء الله بيكوا يا احلى اخوات. قناتي هتبقى احلى قناه بيكوا انتوا، وبدعمكوا انتوا، وبحبكوا ليا. انا بجد اليوم اللي ما بطلعش فيه لايف، اليوم اللي ما بنزلش فيه فيديو، بحس ان انا ناقصني حاجه كبيره جدا جدا جدا.
فبيسعدني جدا لما حد يحط لي كومنت حلو كده ودعوة حلوة، بكون فرحانة جدا، بحس ان انا قدرت ان انا اقدم حاجة كويسة، قدرت ان انا اعمل حاجة صح. بجد بكون مبسوطة جدا، بكون فرحانة جدا. فما تحرمونيش من اللايكات بتاعتكم، من الكومنتات، وكمان الشير. عايزين نوصل لأكبر نطاق. كمان شوفوا المواضيع اللي انتوا عايزين نتناقش فيها، سواء مواضيع حياتية، سواء مواضيع نفسية، أي مواضيع عايزين نتناقش فيها، وممكن تطرحوها عليا في المنتدى او تحطوها لي في الكومنتات، ونتناقش فيها في لايف بإذن الله. نرجع بقى لروتين النهارده. روتين النهارده سهل جدا، بسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه، كلها بس حبه طاقه ايجابيه كده، تقومي تخلصي اللي وراكي، ويوم بيوم تخلصي اللي وراكي. انا ما بقولكيش تضغطي على نفسك لو في يوم تعبانه، ولا في يوم مرهقه، او نفسيا مش جايه على اي حاجه ان انت تعملي اي حاجه. اقعدي، اقعدي وما تتحركيش وما تعمليش، والله العظيم يعني انا بكلمك كاخت. اقعدي ما تتحركيش، ما تعمليش، وسيبي اللي يتكلم يتكلم، واللي يقول يقول. ادي للجميع عرض الحائط، المهم نفسك ثم نفسك ثم نفسك. تمام. انا النهارده قمت كده الصبح مكسلانه شويه. بعدين اتوضيت صليت، وبعد كده قلت بقى لما اخلص اللي ورايا. عندي حبه نشير، قلت اما انشرهم. عندي حبه هدوم عايزه اطبقها. حبة مواعين كالعادة موجودين في الحوض. الحوض ده ما بيخلصش اساسا، يا رب يبقى دايما عمران، لان طول ما الحوض بتاعك فيه مواعين، طول ما في حياة، طول ما في عيشة، طول ما في طبيخ، دي كلها نعم احنا في غفلة عنها. المواعين نعمة، ايوه المواعين نعمة، وانك تقفي وتخدمي ولادك ديت نعمة. انا بيجي عليا اوقات بكون نايمة تعبانة مش قادرة اتحرك من مكاني، وبتمنى بس ان انا اقوم اغسل كوباية واشوف طلبات ولادي واشوف طلبات بيتي. ايوه الوقفة في المطبخ دي نعمة، والحمد لله عليها. ايوه تنظيفك ورا اولادك دي نعمة، الصحة نعمة. حاجات كتير قوي احنا في غفلة عنها، نحمد ربنا عليها. الحمد لله دائما وابدا. الف حمد وشكر ليك يا رب على كل شيء. لو نسيتوا الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تنسوش، خلوا ذكر الله دايما على لسانكم، خلي البركة دايما في بيتك. شغلي إذاعة القرآن الكريم، شغلي القرآن حتى لو ما قلتيش يعني لو ما قرأتيش أي قرآن في يومك، أو الذكر بتاعك أو الورد بتاعك زي ما بنقول ما عملتيهوش في يومك، خلي دايما القرآن في بيتك، خلي البركة في بيتك. زي ما بقولك، القرآن كله راحة نفسية، بيدي راحة نفسية للبيت، بيدي طاقة إيجابية للبيت. افتحي شبابيكك، اصحي بدري، نامي بدري، اصحي بدري. العادة دي أنا كنت بعملها، ولكن الفترة اللي فاتت دي مش أحسن حاجة أنا فيها، ولكن هرجع تاني معاكم، وهنساعد بعض وهنتنشط مع بعض. هننام بدري ونصحى بدري، ونصور فيديوهات أكتر إن شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم وأخدتوا مني طاقة إيجابية واستفدتوا مني. في نهاية الفيديو أحب أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.